صباح الخير. ملخص اللي حصل للذهب من يوم الاثنين ليوم الجمعة حاجة تدرس في أسواق المال، ولو أنت من بره كده بتتابع تبقى فاهم إن أسواق المال متقلبة تقلب عنيف وساعات بدون أسباب. هنا الأسبوع اللي فات عند 3,350 وكان في زخم شرائي بدأ يظهر يوم الجمعة بالليل، وقفلنا عند 3,350 3,351. بدأنا الأسبوع يوم الاثنين وكان عندنا ثلاث مستويات سعريه مركزين معاهم: ال 3,375 وال 3,400 وال 3,430. في يومين ونص بس من يوم الاثنين ليوم الاربعاء الصبح اخترق الثلاث مستويات دول بطريقه وبفوليوم عالي جدا، يعني وصل لل 3,375 وبعد كده ال 3,400 و 3,430 ووصل لل 3,440. هقف معاك في الحته دي وعايزك تركز قوي لو انت متداول مش فيزيكال. يعني انت لو بتتداول على الذهب في ميتا تريدر، فانت لو متداول لازم تبقى فاهم قوي سلوك الاسواق، بمعنى ان احنا عندنا اربع اسواق في اليوم: عندنا السوق الاسترالي وعندنا السوق الاسيوي وعندنا السوق الاوروبي وعندنا السوق الامريكي. انا كده قلتهم بالترتيب. الفوضى اللي حصلت بتاعت اول يومين ونص اللي وصلته ل 3,440 كانت بنسبه 90% في السوق الامريكي. يعني السوق الاسترالي والاسيوي والاوروبي ما كانش منجرف قوي في شراء الذهب، وكان معظم الفوضى اللي حصلت اللي وصلت السعر ل 3,440 طبعا مدفوع ببعض الاخبار عن عدم استقلاليه الفيدرالي وعن وجود تعثر في المفاوضات بين اوروبا وبين امريكا. الحاجات دي ساعدت قوي في السوق الامريكي ان هو يوصل ل 3,440. واحنا كنا عارفين ان احتمالات ان هو يكمل صعود مش هتبقى قويه قوي، لان سلوك الاسواق الثلاثه التانيين كل شويه بينزل السعر. وفعلا بدانا من يوم الاربعاء الفتره الثانيه، وتحديدا مع دخول السوق الامريكي اللي هو كان وصل السعر لل 3,440، بدانا ننزل واحده واحده ل 3,400 3,385، والمستويات اللي اخترقها لفوق كملها لتحت. يعني راح نازل عند ال 3,400 3,375 و 3,350، وامبارح كمان كسر ال 3,350 ونزل لل 3,325. وانا كنت قايل في فيديو امبارح ان احنا دلوقتي شغالين، كنا ساعتها شغالين 3,338، قلت احنا في المنطقه السعريه ما بين 3,325 وما بين 3,350، وما كانش لسه جاب ال 3,325. نزل لمسها لتحت كده وطلع وقفل امبارح عند 3,338. اما فيما يخص اسعار الذهب المحلي: عيار 21 4600، عيار 24 5280، الجنيه الذهب 37 100.